يعلن مركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية عن صدور العدد الثالث من سلسلة الدراسات والأبحاث التي يشرف عليها المركز تحت إشراف لجنة علمية مكونة من نخبة من الأساتذة والدكاترة والمختصين من داخل الوطن وخارجه. هذا العدد هو عبارة عن كتاب جماعي موسوم ب أهل الصحراء وجائحة كورونا وسؤال القيم الدينية والوطنية، من تنسيق وتقديم فضيلة الدكتور محمد علي الجماني. يتكون الكتاب من مجموعة مقالات علمية محكمة لثلة من الباحثين المختصين في مجالات العلوم الإنسانية والشرعية، حاولوا من خلال مساهماتهم مقاربة الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والنوازل الفقهية التي أفرزتها جائحة كورونا كوفيد-19 الذي اجتاح العالم في مدة قياسية، وصار الموجه الرئيس لسياسات الدول والمنظمات الدولية والمحدد الأول للسلوكات الفردية والجماعية للتجمعات البشرية في كل أصقاع الأرض. وقد تناول الباحثون في هذا الكتاب موضوعات متنوعة اعتماداً على مقاربات التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والعلوم الكونية، من أجل تقديم تفسيرات وتحليلات علمية للظواهر المتنوعة والمتشعبة والمتداخلة في خضم الوضع الوبائي الطارئ الذي عاش على وقعه العالم بأسره. وقد تم تقديم الكتاب في ندوة وطنية برحاب دار الثقافة في مدينة العيون من تنظيم جمعية الصحراء للانفتاح الفكري والثقافي بحضور رسمي ومدني وازن، حيث لاقت الندوة نجاحاً منقطع النظير في فترة كان المجتمع أحوج ما يكون إلى صوت العلم والمعرفة. ونظراً للتعاون المنعقد بين مركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية وجمعية الصحراء للانفتاح الفكري والثقافي، ارتأى المشرفون على الشؤون العلمية للمركز أن يصدروا الكتاب الجماعي المذكور بطبعة ثانية للكتاب منقحة ومزيدة، ويخصصون له العدد الثالث من سلسلة الدراسات والأبحاث، حتى يتسنى للباحثين المهتمين والمثقفين الاطلاع على أحد الكتب المهمة التي صدرت إبان فترة جائحة كورونا لإبراز الأبعاد القيمية والأخلاقية والوطنية التي وسمت التدبير الرسمي وتفاعل المجتمع مع تلك المدة. ووفاءً لمبدأ إتاحة المعرفة للجميع وتقريب إصدارات المركز للباحثين من عموم المثقفين والمختصين، قرر مركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية إتاحة الكتاب الجماعي بصيغة PDF بصفة مجانية لعموم القراء على الموقع الرسمي للمركز centrosahara.com، ذلك وفاءً للشعار الذي يرفعه المركز: معاً لبناء الإنسان وتنمية المجتمع. وبالختام ننقل لكم تحيات مركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية.